تفتكروا بشوية المكونات دي هنعمل بيها ايه؟ هو غدا النهاردة بصراحة، بس كنت قلت اقول لكم المكونات واوريها لكم وبسم الله وهنبدأ الفيديو. انا نسيت، بس يا جماعة سوري، انا نسيت اصور الفراخ وانا بقطعها، فانا قطعتها وحطيت عليها ملح وفلفل بس وشوية صويا صوص وركنتها على جنب، يعني ساعتين 3. لو بيتيها من امبارح يبقى شيء لطيف جدا. دي التتبيلة اللي هنحط فيها الفراخ بعد ما تبلناها وسبناها يعني على الأقل ساعتين 3. دول كوبايتين نشا، كوبايتين دقيق، وهنحط عليهم نص كوباية من النشا عشان تبقى كريسبي شوية، وهنحط عليها نص معلقة صغيرة بيكنج باودر وملح وفلفل مجرد ان احنا بس ننكه الدقيق. وبعد ما حطينا التوابل على الدقيق والنشا والبيكنج باودر هنبدأ ناخد بقى المكعبات بتاعتنا دي كده وهنقلبها كويس، وهوريها لكم لما اخلص الكمية كلها. عايزه اقول لكم دي طريقه انا بعملها بصراحه علشان ما يبقاش فيه نشا كتير ودقيق دي طريقه انا بعملها كده علشان ما يبقاش فيه دقيق ومن التتبيله، يعني علشان لما احمره في الزيت ما يبهدلش الدنيا. وبس كده، في زيت على النار هنبدا نحمره. خلاص الدقيق بدأ، الزيت بدأ يسخن. هنبدأ نعمل الصوص. كوباية سكر، وهنحط عليها معلقة عسل اسود عشان هو المفروض سكر بني، بس انا ما عنديش سكر بني فاكيد لازم هنستمر يعني. معلقة عسل اسود وتلت كوباية خل، تلت كوباية خل هو نفس المعيار كل واحد، وتلت كوباية كاتشب، احنا حطينا هنا الخل وحطينا تلت كوباية خل وكوباية سكر، كوباية سكر عليها معلقة عسل اسود علشان المفروض انها يبقى عسل سكر بني. وهنحط تلت كوباية كاتشب، دلدق منها شوية مفيش مشكلة يعني. وهنحط فصين توم ومعلقتين كبار صلصة، واهم بقى حاجة في ده كله هما معلقتين كبار صويا صوص، ومعلقة نشا كبيرة، وملح وفلفل. دي طبعا على حسب الذوق وعلى حسب التست اللي انتي بتحبيه حادق تظبط ايه. هي معلقة ملح ونص معلقة فلفل، وده بيكون الصوص اللي احنا هنحطه على بقية الصوص اللي احنا هنحط فيه الفراخ. وفي مقلاية على النار هنحط شوية زيت وهنسخنه شوية، وبعد كده هننزل بالحاجات دي. بصل متقطع شرايح صغيرة هننزل بيه اول حاجة،
هناخده تقلبتين كده. ودي يا جماعة الفراخ احنا خلاص حمرناها، والصوص على النار اهو، يا دوب بس بندفيه شوية. وهنحط الفراخ، هنبدأ نحط الفراخ وهوريها لكم عند التقديم. اهو يا جماعة بعد ما خلصناها قدمناها وحطينا عليها رشة سمسم، حيث ان السمسم مكمل ليها وفايدته عالية جدا، واحنا بنحاول نزود الفايدة للولاد بأي طريقة. وبالهنا والشفا.